لا جديد يذكر، بطل افريقيا بيحجز مقعد الملوك في دور المجموعات وطريقنا لل12. المرة الاولانية كانت بالثلاثة والتانية بالاربعة عشان تكمل السباعية لكولر والرجالة. كانت تقسيمة حلوة للرجالة النهاردة، وقفشة فكرنا بالايام الحلوة، وكهربا افتكرهم الهلال. لعبنا بالدبيس وكوكا وكريستو وعبد القادر وربيعة، ومعاهم الشناوي وهاني وعبد المنعم وكهربا وإمام. والعريس قفشة اللي افتتح الحفلة النهاردة بجون مستوي على الآخر، وحب يقول لكل الأهلاوية جمعة مباركة. والله يا كولر انا خلصت فيك كل كلامي، اجيب لك خبير منين يقول لي التشكيل اللي كنت بتلعب بيه النهارده؟ حاجه كده ما تفهمش، هو 4-3-3 ولا 4-3-2-1؟ طب عبد القادر وكريستو مين بيلعب يمين ومين بيلعب شمال؟ الله يكون في عون سان جورج، والله كانوا بيلعبوا اشباح. وقفش عمهم كان احلى رقم 10، من زمان ما شفناهوش بالفت والروقان والفورمه اللي كان بيلعب بيهم النهارده. ولا امام عاشور ما شاء الله، دفاع تلاقي، هجوم تلاقي، رخامه في خط الوسط تلاقي، احتفالات كمان تلاقي. حقيقي الاهلي بقى عنده سكواد، ربنا يكون في عون اي فريق هيلعب قدامه في اي بطوله، عشان بالسكواد ده الاهلي مش هيرحم حد السنه دي. نيجي بقى للاهداف وحلاوتها. لعيبة سان جورج في الأول كانوا متكتلين دفاعيا، ويحلها قفشة ويسجل هدف من فاول ولا أروع على طريقة ليونيل ميسي. وبعدها بيسجل كهربا جون من ضربة جزاء، اللي حابة أقوله اهدى شوية، الماتشات كتير، مودست هيلعب وانت كمان هتلعب، فروق وعلي الفولت. امام عاشور اسست القفشه عشان نسجل الهدف الثالث ويبدع خط وسط النادي الاهلي. والهدف الرابع نموذج من محمد هاني وكهربا بالهيد وهاتها من الشبكه. الحارس كان اسمه مجاشي، وده كان واضح جدا في الملعب. مهما كان سان جورج فريق ضعيف، بس ده ما يمنعش ان فرقتنا بانت قد ايه مترابطه وبيساعدوا بعض في الملعب، وان اخيرا الحمد لله نقدر نقول ان الاهلي بقى فيه فرقتين كاملين بالبدله بتوعهم كمان. كان فوز مهم قوي للاهلي النهارده، مبروك للاهلي وجمهوره. الى الامام يا اهلي، ال12 يا اهلي، وبس كده.